الأستاذ عبد الوهاب بقى سمعني، المرحوم والدي عزم الأستاذ عبد الوهاب وعزم بعض الفنانين وجم سمعوني غني يا ليلى أغني. أنا طبعا معجبة بالأستاذ عبد الوهاب طول عمري وطول حياتي يعني. فطبعا غنيت أغنية للأستاذ عبد الوهاب في فيلم أفتكر يوم سعيد، اللي هي ياما بنيت قصر الأماني. على فكرة هي غنوة صعب جدا تأديتها، فلما قلتها بإحساس وقلتها يعني زي يعني حافظة الاسطوانة كلمة كلمة وحركة وقفلة. وبعدين هو بقى كان انطباعه ايه الأستاذ عبد الوهاب لما سمعك دي؟ الأستاذ عبد الوهاب بقى قاعد مبحلق لي، وازاي البنت دي بتغني وبتأدي ألحان لي أنا، يعني مش بتقول أي كلام أي طقطوقة أي حاجة خفيفة، لحن صعب كمان بالنسبة لتأديته. فقلت كويس جدا. فالحقيقة الأستاذ عبد الوهاب مسك والدي وقال له أنا أهنيك، البنت دي لازم تكمل وهتنجح نجاح باهر، وأنا من بكرة همضي معاها عقد اسطوانة. طبعا يومها كنت خايفة ومرعوشة، لأني طبعا الجمهور مثلا بغني له في فرح أو حفلة وبيسقف له ومعرفش إيه، لكن بعيد عني يعني مش لمسة مش عارفة متأكدة يعني. فطبعا لما الأستاذ عبد الوهاب سمعني واعجب بيا واصر على اني اكمل واشتغل وهياخدني يعمل لي عقد اسطوانات، طبعا انا ما نمتش الليل كله لاني ما كنتش متوقعه. سامية صادق. اهلا بمطربتنا المحبوبه ليلى مراد. اهلا وسهلا. مين البطل اللي تحبي ان هو يقوم قدامك بدور البطوله، اذا كان ممثل واذا كان مطرب؟ اذا كان ممثل انور وجدي، وان كان مطرب محمد عبد الوهاب، الاستاذ محمد عبد الوهاب. طيب انت طبعا اشتغلتي مع انور وجدي وقام ببطوله افلام قدامك حسين صدقي ونجيب الريحاني ومحمد عبد الوهاب، الاستاذ محمد عبد الوهاب. أيوة. على رايك ومحمد فوزي، دول كانوا ابطال افلامك. لو الصاروخ اللي هيطلع بيك القمر في رحله خياليه هيقولوا لك تختاري مين منهم، شخص واحد بس، مش عشان يمثل معاكي او يلحن لك او حاجه، لا مجرد يصاحبك كرفيق في الرحله، مين اللي تختاريه منهم؟ اولا انا مخضوضه قوي من حكايه الصاروخ اللي بتقولي عليه دي. انا يعني مش عارفه هطلع القمر ده ازاي، انا مخضوضه قوي. لا ما تتخضيش من صوتي ولا لا صوتك هو حلو زي ما هو. يعني اختار الممثل قصدك؟ اي حد من الاشخاص اللي انا قلتهم كرفيق للرحله. يعني حاسه ان انت في صحبته هتقضي وقت كويس. والله اختار الاستاذ محمد عبد الوهاب. برضه طب عشان ايه؟ اصلي انا بعزه جدا، يعني بعزه وبحترمه وبقدره، وطبعا هو يعرفني وانا صغيره خالص. وايه رايك في ذكائه؟ لا دي بقى حاجه جامده قوي. لو فرض يعني عايزه تبعتي برقيات وانتي على سطح القمر للاشخاص، انا هقول اسم الشخص وانتي تقولي لي نفس البرقيه اللي هتبعتيها له. محمد عبد الوهاب. ربنا يديله الصحه. سهره مفتوحه يقدمها طاهر أبو زيد. أهلا مدام ليلى. أهلا بيك. أهلا وسهلا. ظروف لقائك مع الموسيقار محمد عبد الوهاب؟ والله هو أنا أول ما ابتديت يعني كنت لسه ما غنيتش، وكان والدي صديق الأستاذ عبد الوهاب قوي، فطبعا أما نوينا إن أنا أتعلم الموسيقى وأبتدي أغني، طبعا بابا خدني الأستاذ عبد الوهاب وسمعوا صوتي. فالحقيقة كنت مخضوضة قوي، وأول ما دخلت وشفته استقلني في نظره قوي كده، اللي هي بتاع بنت صغيرة خالص. فقال له هي بتغني؟ قال لي انت تعرفي تغني ايه؟ قلت له انا بغني كل اغانيك، لان الحقيقة كنت غاوية اغانيه قوي. قال لي طب تقدري تسمعيني ايه؟ فالحقيقة غنيت له لحن من اصعب ما يمكن بالنسبة للتأدية يعني. اللي هو لحن ايه؟ اللي هو ياما بنيت قصر الأماني. حلو. وكنت اقول تساعدي كان في فيلم من افلامه مش عارفه الوردة البيضاء او حاجة كده، حاجة بعد الوردة البيضاء، دموع الحب مش عارفة اللي فيها نوال باين ولا ايه حاجة كده. فاندهش جدا وقال لبابا ازاي ده، يعني ازاي بتقدر تأدي، انت معلمها تعرف تضرب عود؟ قلت له ما اعرفش حاجة ابدا. انا خارجة من المدرسة، انما كنت بحفظ كل اغاني الاستاذ عبد الوهاب. فلما غنيت اللحن ده انبسط مني جدا، لانه زي ما بقول لحضرتك فيه يعني
في شغل يعني. وفي شغل وفي تأدية يعني حاجة مش يعني عاوز مش انسان هينة. متمكن. فأديته كويس جدا وانبسط جدا، فعلى طول راح عامل لي عقد اسطوانات. كنت طبعا قاصر في الوقت ده، واستنى عليا سنة لحد ما صوتي كمان يجمد لأنه كان ضعيف جدا، وابتديت أسجل اسطوانات قبل ما ياخدني في الفيلم اللي هو يحيى الحب. أول مرة اشتركتي في فيلم، أول فيلم اشتركت فيه في حياتك يحيى الحب؟ يحيى الحب مع الأستاذ عبد الوهاب. طفرة جدا حتى في حياة عبد الوهاب السينمائية يعني. يعني ابتدى يتحرك حركت ابتدى يتحرك في هذا الفيلم فعلا. انا فاكر وكان في يا بور قول لي والحاجات دي. ايوه مش كده؟ يا بور قول لي رايح على فين، والاغاني العظيمه بتاعت الفيلم دي غنيتي فيه ايه يا يحيى الحب؟ انا غنيت معاه 2 دويتو من اهيل ما يمكن، اللي هو يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي، بعد العذاب. بعد العذاب كان حلو قوي الحقيقه. وغنيت له كمان اللي فيه مش عارفه اقول لك ايه، بعد اللي شفته في عذابي مش عارفه كان ابتداء وايه. وبعدين غنيت يا قلبي مالك كده حيران. يا سلام. كان حلو، لحن جميل جدا. لا الحقيقه الاستاذ عبد الوهاب ده ربنا يديله الصحه ويطول عمره. يعني الملحن اللي فهم صوتي قوي 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 هو. يعني اول ما طلعت يا قلبي الناس قلوبهم عملت كده، مع ان القلب موجود زي ما هو بس يظهر كان في التأليف الغنائي اول مرة واحد بيكلم قلبه، بيكلمه الأغنية العربية وبيقول له مالك كده حيران حيرت افكاري وياك والى اخره يعني. بيكلمه ككائن يعني. ما اعرفش يعني يمكن معاني محطوطة في صياغة جديدة ظريفة يعني. وبعدين اللحن كان جديد جدا بالنسبة لزمانه، وكان يعتبر ثورة. وانا افتكر يعني انه في الايام دي انا كنت بهرب من المدرسة واروح على قهوة. تكبرني بقى وتقول لي بتهرب من المدرسة والكلام ده، اسيبك بقى من الكلام. ما انا اصل المدرسة دي بقى لها كام سنة تفتكر؟ قول بقى بقى لها 3 سنين. عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الوهاب لابس وهاب عبد الوهاب عبد الوهاب يا حبيبي يا حبيبي يا مداوي عقلي ونصيبي ناخدك يوم من نصيبي وحبيبي سلم وهاب. النهارده الخميس 21 ابريل 1949. عندنا مين؟ عندنا محمد عبد الوهاب. بلاش تذكر اسماء السيدات، مش كده؟ بلاش. عندنا انور وجدي وعندنا انا، محدش قال طز الحمد لله. وعندنا الكوكب ليلى مراد والكوكب تحية كاريوك. انت برضو انت تعرفوا تردوا؟ انت النار اللي محوطاني، انت برضو انت ولا انت شنداري، انت انا عيني وناري واللي بحبه برضو. ده انتم ملخبطين قوي، حاجه نيله قوي. ده قال عن كورس وخلق المولى عز وجل. انما الدنيا شجون تلتقي وحزين يتأسى بحزين. تحية كالوكا تغني الحبيب المجهول. وامام مين؟ امام محمد عبد الوهاب. زي بعض. حبيبي ياللي حياتي فيك حبيبي خيالي. طب زي بعض. حبيبي ياللي خيالي فيك حبيبي ياللي حياتي حتكمل بيك حبيبي. مين انت؟ ما اعرفش. فين انت؟ ما اعرفش. وبعدين انت ما اعرف مين. طب قول. لا طب معلش. مين انت؟ ما اعرفش. فين انت؟ ما اعرفش. انت وفين حلاقيك حبيبي.
ترارا 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 ترارا. القلب لسه في عز اماله عايز يعيش على طول منسجم. ما هو لو ابوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا انا اللي هصبح في خبر كان بدل ما هي راح اخد صورة. هذه اغنية من غزل البنات غنتها ليلى مراد، والكورس كان مكون من تحية كاروكا ومحمد عبد الوهاب وانور وجدي.